السلام عليكم يا شباب، جيت لكم بالحلقه السادسه من انمي ميموري. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا استشهد لاخواتنا في فلسطين وان ربنا يقويهم على اللي هم فيه. صلى على النبي، واهم حاجه انك تصلي لان صلاتك اهم. وقفنا في الحلقه اللي فاتت ان ميموري قال لها تغير لبسها عشان محدش يتعرف عليه، لان سكان ميلز شافوها باللبس ده وساعتها هيتعرفوا عليها بسهوله ويمسكوها. بيعرض عليها فكره وبيقول لها انا رايح لارض الوحوش علشان اتعلم عن النص القديم، وساعتها لما نوصل هناك تقدر تفاوضي مع مشعوذه المحرمات وتطلبي منها انك تعيشي هناك. فبتساله وتقول له ليه بتعمل ده كله علشاني؟ فبيرد عليها ويقول لها انك بتفكريني بشخص مهم. انتم مش شبه بعض وشخصيتكم مختلفة، ولكن عندكم نفس الطيبة والإصرار إنكم تعملوا حاجة كويسة. فبتشكره على ثقته بيها وتقول له أنت شخص طيب. بيروح ناحية الفارس وبيخليه يقدر يتكلم. بيقول ميموري لو جبت على سيلتي بكل صراحة هسيبك في حالك وأخليك تعيش. فبيرد عليه الفارس طبعا لأ، وما تظنش إنك هتقدر تفلت من فرسان التنين الأسود. فبتسأله سراس مين اللي عايزني أموت؟ فبيقول لها تتصدم لما تعرف الحقيقة، وبيكون في سيف متوجه ناحيتهم. ولكن ميموري بيلاحظ ده وبيلحق نفسه هو سراس قبل ما يتقتله. ولكن السيف بيقتل الفارس، وبيكون الشخص اللي عمل كده هو الأقوى في البشرية سيفت. وكمان ميموري ما يقدرش يستخدم عليه المهارات بتاعته لانها خارج نطاقه. وبننتقل للمشهد تاني ونشوف راجل عجوز، وده بيكون حاكم مملكه نيا واسمه اورتولا، وهو سبب ان فرسان المقدسين حتى كمان فرسان التنين الاسود خلصوا عليها، وبيتمنى انها تموت وتختفي من العالم. بذمتك يا عزيزي المشاهد، ده منظر حاكم؟ ده منظر واحد متسول وما يهموش الا مصلحه نفسه. بننتقل بعد كده للموقف اللي هما فيه، وبتتصدم سراس لما تعرف ان الملك بتاعها عايزها تموت. وسيفت بيقول كنت لازم اخلص على خيزون لانه كان بيعطلنا، كنت ممكن اخليه يعيش لو عرف يتفادى هجومي، ولكن طبعا يا صديقي مش هعرف يتفاداه لان ميموري كان بيستخدم عليه مهاره الشلل. واحد بيساله ويقول له ودلوقتي هنعمل ايه مع سيراس؟ فبيساله ويقول له هو الامبراطور امر بايه؟ فبيرد عليه وقال الموضوع متروك لينا ونعمل اللي احنا عايزينه، فايه رايك نستخدمها خادمه لينا قبل ما نقتلها؟ فبيرد عليه واحد من الفرسان ولكن ده هيتسبب في المشاكل لان الامبراطور طلب اننا نعيد جثتها سليمه. وبعدين بيوجه كلامه لسيراس وبيقول لها شكل العجوز مش هيرتاح له بال الا لما يشوفك ميته. فبتقع على الارض من كتر الصدمه اللي هي فيها، وبيقول لها سيفيد انا اقدر اسيبك تمشي واخليك تعيشي بس في حاله واحده، لو بارستيني وفزت عليا. انا من شويه كنت مهتم برداء الروح اللي عندك، ولكن لقيت نفسي فجاه كده مهتم بالشاب اكتر. فيا ترى انت مين؟ بيقول ميموري جواه وهو متوتر المشكله ان هو خارج نطاقي. فبيساله سيفيد ليه بتضحك؟ فبيقول له ميموري ايه رايك نتكلم شويه؟ فبيقول له سيفيد ولكن الاول قول لي اسمك ايه؟ فبيقول له اسمي هات سكول. بيعرف سيفيد ان اسمه مستعار، ما دام بتخبي اسمك الحقيقي والرسم مستعار يبقى اكيد في قصه ورا الكلام ده. فبيساله واحد من فرسانه ويقول له ليه بتتعب نفسك وبتتكلم مع الطفل ده؟ فبيرد عليه ويقول له مش ملاحظ حاجه غريبه وانه واقف قدام الفرسان الخمسه ومش خايف؟ هو اكيد دلوقتي مستني ثغره صغيره عشان يقدر يهجم، وهو كمان عارف ان اي حركه واحده غلط معناتها موته ومع الوضع اللي هو فيه، ولكن كل اللي بيعمله انه بيضحك وعايز يتكلم. فبيعرف ساعتها مومري ان سيفت راجل ذكي ومش سهل يخدعه. بيقول له مومري كنت عايز اسالك على حاجه، اعتقد انك بتدور على خصوم اقوياء علشان يرضوك. فبيرد عليه كلامك كله صح. بيقول له مومري وده معناته ان في كتير من الاشخاص الاقوياء في كل مكان زي مثلا حكيمه مملكه اليون. فبيرد عليه سيفت ولكن بلادي باكوس شكلت علاقات قويه مع مملكه اليون، ولكن انا بعلق املي على ابطال اللي جم من عالم اخر لان قدرتها بتساعد الابطال انهم يقتربوا من اقصى قوه ليهم بشكل اسرع، وساعتها هيكونوا خصوم اقوياء وانا مستني اليوم ده. وبعدها بيوجه كلامه لسيراس انا بقيتش مهتم بيك دلوقتي، انت تعرفي ان انت سبب تغيير باكوس لموقفها وانها تغزو مملكه نيم من الاساس. فبيرد على واحد من الفرسان يا مستغربه مع انك عارفه الحقيقه وان مملكه باكوس غزت مملكه نيا لان الحكيمه بتاعتنا طلبت منهم يسلموا البطل اللي عندهم، والامبراطور بتاعكم رفض الكلام ده. فاحصدوا اللي بتزرعوه بقى. وبتيجي المومري فكره ممكن تخرجه من الموقف اللي هو فيه. سيفت انت قلت انك عايز خصم يقدر يهدد حياتك، صح الكلام ده؟ فبيرد عليه ويقول له ايوه. فبقول له ايه رايك اكون انا الخصم ده؟ انت قلت اللي بيكون عندهم القدره زي الابطال ويوصلوا لاقصى قوه ليهم بسرعه. وقبل ما يكمل كلامه يقول جواه دلوقتي هلعب الورقه اللي ممكن تخليني افضل عايش. انا اسمي الحقيقي توكا مومري وانا بطل من عالم اخر. فكله بيتصدم لما يسمع الكلام ده وبتستغرب سراس من اللي سمعته وانه بطل من عالم اخر. فبيقول له سيفيد انا كنت حاسس ان في حاجه غلط، ولكن السؤال المفروض يتسال ايه اللي بتعمله في مكان زي ده؟ وطبعا مومري عارف ان سيفيد قادر يكتشف لو حد بيكذب عليه. فبيقول له وضع مختلف حتى بين زملاء الابطال، عشان كده اتحرك لوحدي بامر من الحكيمه. فبيساله سيفيد طب انت ليه مستقل عن الابطال التانيين؟ فبقول له لاني في مستوى غير مستواهم. طبعا مومري مبسوط لان اللي بيقول له الحقيقه ولكن بطريقه غير مباشره علشان سيفيد ما يحسش انه بيكذب عليه. فبيقول له سيفيد بطل بتميزه الحكيمه عشان كده خليته يستقل عن التانيين، ده موضوع مثير للاهتمام. طب ودلوقتي ايه اللي بتطلبه مني؟ فبيرد عليه كل اللي عايزه هو مهله. بيقول له سيفيد معنى ذلك انك عايز نعفو عن حياتك، ولكن هنستفاد ايه؟ فبرد عليه مومري بكل ثقه لاني هبقى اقوى من اللي انا عليه دلوقتي، هبقى اقوى من اي شخص، وبعدين هقتلك وساعتها هكتسب قوه كافيه اللي تخليني اخلص على الحكيمه ديت. وانت ازاي ناوي تزداد قوه بقى؟ انا ارحل ارض الوحوش ذو العين الذهبيه علشان ازداد قوه، ولكن في كل الاحوال ناوي ارجع للحكيمه تاني. معنى ذلك انك مش تختفي؟ تمام مصدقك، وانا اشوف الكلام ده بعيني علشان بعدها نتقاتل لغايه ما حد يموت فينا. ودلوقتي هخليك تعيش، ولكن قبل ما نمشي لازم نخلص على سيراس. ولكن مومر بيرفض ده لانه بيقول انا محتاج قوه سيراس علشان اوصل لارض الوحوش ذو العين الذهبيه.
وهستغلها علشان ازداد قوه. فبيضحك سيفيد من ثقه مومري في نفسه وبيقول له خلاص يا عم اعفو عن راسي كمان. ولكن واحد من الفرسان بيعترض على ده، فبيرد عليه سيفيد بكل غضب هتسكت ولا هقتلك. وبياخد سيفيد الفرسان ويمشي من المكان. وبيقول مومري جواه انا نجحت ان خليت سيفيد يسيبنا في حالنا، ودلوقتي هو في نطاقي وبيستخدم عليهم مهاره الشلل، وده المتوقع من الاقوى في البشريه. ولكن انا اسف مش ناوي اجل الامور لبعدين، لان دي قصه انتقام، وانتم فرسان التنين الاسود عباره عن عائق بالنسبه لي، علشان كده لازم اخلص عليكم. فبيقول له سيفيد وهو مش قادر يتحرك ايه اللي انت عملته ده؟ زي ما قلت خلص عليكم يا فرسان التنين الاسود، مش انا قلت لك ان انا في مستوى تاني؟ وبعدها بيستخدم عليهم مهاره السم. وسيفيد بيحاول يقاوم ويتحرك من مكانه، وبيقول ممر جواه عشان كده مش مسمينه الاقوى في البشريه من فراغ، ولكن كل اللي بيعمله ده انتحار. وبيحاول سيفيد يضربه بسلاحه ولكن مش بيقدر، بيقع من ايده. وبنشوف واحد من الفرسان بيبعت اشاره لبقيه الفرسان عشان يلحقوهم. بيقول ممر لسيراس ما تقلقيش انا مش هتحرك من هنا الا لما اتاكد ان الفرسان الخمسه ماتوا، ولكن تقدري تهربي لو انت حابه. فبتقول له لا طبعا انا هبقى معاك، لان انا في النهايه لحارسة الشخصيه بتاعتك. وبعدها بنشوف مجموعه من الفرسان وسيد بيحاول يقول لواحد منهم اقتلهم، ولكن من السماء ما تقربش منهم خالص عشان ما يخلصوش عليك، والاهم انك تقتلوهم حتى الموضوع ده يكلف حياتكم. بنشوف ممري بيستخدم قدره، ولكن القدره ديت فيها مشكلتين، اولها المده اللي بتاخدها علشان تبدا المهاره، وتاني حاجه سرعه استنزافها لنقاط المانا، وهي دي القوه اللي اكتسبتها من محلول تعزيز الوحوش. فبيهجم عليهم وبيستخدم مهاره الشلل، وبعدها بيستخدم مهاره النوم وبتزداد ليفل 3، وبتتفتح له بعدها مهارات جديده، واولها مهاره الهيجان. المهاره ديت بتقوي الرغبه اللي عند الشخص، ولو قدر يدمجها مع الشلل ساعتها يقدر يخلص على الخصم بسهوله. وبعدها بيستخدم مهارة الظلام. المهارة دي من اسمها بتعمي الشخص وبتخليه أعمى، وبيموتوا بعدها كلهم، ودي كان نهاية الأقوى في البشرية. وبنشوف بعد كده إن هو قطع هدومها وخلى فيه دم جنبها علشان يغطي على أثرها وانها ماتت. وبننتقل بعد كده للابطال التانيين، وبنشوف سوجو وهي بتقول انا لغايه دلوقتي ما عنديش مهاره فريده، ولكن بتيجي واحده من بعيد وتقول لهم انا هنا عشان اساعدكم وانا بدل الحكيمه في الشيس. ولكن بيقطعها يومدا وبيقول لها ازاي واحده زيك تامرني اعمل ايه؟ فبتقول له اكيد انت يا يومدا سمعتك سباك تحب تجرب، وبتدي له واحده ببطنه ويغمى عليه. ودلوقتي هنروح للعاصمه الملكيه عشان تنتقلوا للمرحله التانيه. بنروح بعد كده الممر وهو بيقول لسيراس انا هستعمل كل الطرق علشان ما يقفش قدامي اي عائق يوقف انتقامي. فبتقول له للاسف انا ما اقدرش اديك رايي عن الحكيمه في شيز لاني ما اعرفش عنها حاجه، ولكن كل اللي اقدر اقوله استغل قوتي عشان تسعى لانتقامك. انت عارفه كويس انها انانيه مني، وان انا بالكاد شايف فيها اي عداله او الشرف او القناعه اللي انت بتقدريها. فبترد عليه وتقول له لا انت كذبت بحياتك من غير ما تفكر علشان تنقذني، وانا ليه لازم ارد لك الدين ده؟ فبقول لها ممري خلاص ما دام انت مصره فاعمل اللي انت عايزاه، ودلوقتي هل انا اقدر اعتمد على قوتك علشان اوصل لانتقامي؟ فبتقول لها اوعدك اني هكون عند حسن توقعاتك. فبيتاسف لها ممري ويقول لها ناوي ارد لك الجميل ده في يوم من الايام، وبيمشوا من المكان. بس يا صديقي دي تكون نهايه الحلقه السادسه من انمي ميموري. وقبل ما ننهي الحلقه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وان ربنا يقويهم على اللي هما فيه، وتصلي على النبي وتهتم بصلاتك لان صلاتك اهم. وسلام.